تخيل نفسك في أوضة صغيرة ضلمة، مفيش نور ولا صوت ولا أي تواصل بشري، ولسه مطلوب منك تقعد كده لمدة أيام. ده بالظبط اللي حصل للسجناء في سجن أبو غريب. الناس دي محدش ضربها ولا لمسها ولا حتى صرخ في وشها، لكن ده كان نوع تاني من التعذيب، تعذيب بالعزلة. بعد أيام قليلة بدأوا يهلوسوا، يكلموا نفسهم ويحسوا إنهم فقدوا الإحساس بجسمهم وبالزمن. الغريب بقى إن اللي حصل ده ما كانش جديد، التقنية دي حصلت قبلها بسنين كتجربة علمية في جامعة ماكجيل الكندية. كانوا بيسألوا سؤال بسيط لكن مرعب: إيه اللي ممكن يحصل لعقل الإنسان لما يفقد كل حواسه؟ والنتيجة كانت مرعبة لدرجة انهم خلتهم يوقفوا التجربة فورا. في الفيديو ده هحكي لكم عن ازاي اللي بدأ كعلم اتحول بعد كده كأداة للتعذيب في سجون زي أبو غريب وجوانتنامو. وهنسأل سوا هل في حد ممكن فعلا يتحمل العزلة دي، وايه اللي ممكن يحصل لعقلك لما يتساب لوحده. في سنة 1951 في جامعة ماكجيل الكندية كان في عالم اسمه دونالد أو هيب كان بيشتغل مع المخابرات الكندية والأمريكية في دراسات عن العقل والإدراك البشري، لكن في التجربة دي قرر إنه يدخل منطقة رمادية جدا. كان بيسأل نفسه هل ممكن عقل الإنسان يتحمل العزلة الكاملة، وإيه اللي ممكن يحصل للدماغ لما يتحرم من أي نوع من المعلومات الحسية. وعشان يجاوب على السؤال ده صمم واحدة من أغرب وأخطر التجارب البشرية اللي اتعملت في القرن العشرين. جاب مجموعة من الطلاب واتفق إنه هيدي لكل واحد فيهم $20 في اليوم، وده ساعتها كان مبلغ كويس قوي بالنسبة لكونهم طلاب. وبدأ يطبق عليهم نظام الحرمان الحسي الكامل. العزل كان شامل، عينيهم اتغطت بنضارات بيضاء سميكة تمنع عنهم أي رؤية أو أي ضوء، ودانهم اتغطت بسماعات سميكة ضخمة تمنع عنهم أي أصوات، ولبسوهم في ايدهم جوانتيات سميكة تمنع عنهم اي احساس بالملمس، وخلوهم يناموا على سراير مفرغة من اي ملمس مريح، وما بيتمش معاهم اي تفاعل او تواصل بشري. وكانوا بيسيبوهم محبوسين بالمنظر ده لمدة ساعات، من 24 ساعة ل 72 ساعة في أوضة ضيقة ضلمة من غير أي منبهات حسية ولا حتى ساعة يشوفوها. مفيش تليفون، مفيش صوت، مفيش أي تواصل، لكن كان في حاجة مهمة جدا: عقلهم. سابوهم مع عقلهم وشوية أسئلة كتير جدا بتدور جوه عقلهم وبيحاولوا يجاوبوها. دكتور هيب كان متصور إن اللي هيحصل جوه الدماغ حالة من الخمول أو السكون، لكن اللي حصل كان أغرب من كده بكتير. في الساعات الأولى كان الإحساس المسيطر بين المشاركين هو الملل، مفيش حاجة تعملها، مفيش حاجة تتفرج عليها، مفيش حاجة تسمعها، مفيش غير أفكارهم وعقلهم اللي بيحاول يتمسك بأي حاجة يسلي بيها نفسه. لكن بعد من 6 ل 12 ساعة الوضع بدأ يتغير تماما. المتطوعين بدأوا يفقدوا القدرة على التركيز، تفكيرهم بقى مشوش، وكانوا بيتلخبطوا في الزمن، مش قادرين يفرقوا بين انهم بيحلموا ولا هم في الواقع. ناس منهم بدأت تسمع أصوات وهمية، حد بينادي عليهم، خبط ورزع، موسيقى مش عارفين مصدرها ايه. بعضهم شاف هلاوس بصرية واضحة، أضواء بتلمع، أشكال هندسية بتتحرك، حيوانات خرافية، وشوش بتظهر وتختفي. متطوع في التقرير بتاعه كان بيقول: أنا كنت شايف قطط بتمشي على الحيط وكنت مقتنع إنها حقيقية. ومع الوقت في ناس فقدت الإحساس بجسمها، حرفيا مش قادرين يحددوا فين إيديهم ورجليهم. العزلة كانت سجن داخلي، وكل دقيقة فيه كانت بتكسر حتة من النفس. بعد يومين أو 3 ناس منهم كتير قرروا إنهم ما يكملوش، طلبوا إنهم يخرجوا فورا، وقالوا إنهم حسوا إنهم بيفقدوا عقلهم حرفيا. ودكتور هيب نفسه اتفاجئ من شدة التأثير، ما كانش متوقع إن عقل الإنسان هش للدرجة دي قدام الصمت والفراغ. في وقت بقى تنفيذ التجربة ده ما كانش في حاجة اسمها لجنة أخلاقيات علمية ولا بروتوكولات واضحة بتحمي المشاركين في التجارب اللي زي دي. كانت الجامعات ساعتها بتشتغل بتقييم الباحث نفسه، ولو هو شايف إن التجربة دي مهمة بتتعمل. لكن تجربة دكتور هيب خلت الكل ساعتها في المجتمع العلمي يقف ويسأل: هل من المقبول إن احنا نحط إنسان في عزلة كاملة ونتفرج عليه وهو بينهار؟ التقارير اللي خرجت من التجربة دي كانت مقلقة جدا: انهيار إدراكي، تشوش في الفكر، ورغبة شديدة في الهروب من كل شيء. بعض المشاركين قالوا إنهم ما قدروش يناموا بعد التجربة، وتأثيرها فضل معاهم لمدة أيام. ولما تم عرض النتائج على جهات بحثية ومخابراتية هنا بدأ الجدل: هل ده علم ولا شكل من أشكال الضغط على العقل؟ التجربة دي مع تجارب تانية مشابهة في وقتها خلت جامعات في أمريكا وكندا تفكر تحط قوانين تحمي المشاركين من التجارب النفسية. وبعد سنين وتحديدا في أواخر الستينات بدأ يظهر مصطلح جديد في الأوساط العلمية اسمه البروتوكولات الأخلاقية للبحث النفسي، اللي بقت شرط أساسي لأي تجربة تنفذ على البشر. لكن ساعتها كان فات الأوان، لأن معلومات التجربة دي كانت بالفعل وصلت لجهات استخدمتها مش علشان تفهم العقل البشري، لكن عشان تكسره.
بعد ما انتهت تجربة ماكجيل كانت النتائج صادمة جدا، لكنها كانت مغرية لجهات تانية. تحديدا في أوائل الخمسينات كان في برنامج تابع لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية اسمه MK Ultra. البرنامج ده كان هدفه ببساطة إنه يجاوب على سؤال إزاي نقدر نتحكم في العقل البشري من غير ما نلمسه. ونتائج التجربة بتاعت ماكجيل وصلت لعلماء النفس اللي شغالين في المشروع ده. وكان في باحث ساعتها في المشروع اسمه دكتور إيوين كاميرون اشتغل على تجارب الحرمان الحسي وسماها أحيانا التفكيك النفسي. اللي حصل بقى ساعتها كان أخطر من اللي حصل في تجربة دكتور هيب بمراحل. تم عزل مجموعة من المرضى النفسيين في غرف بدون صوت أو ضوء ومنعوهم من النوم، وفي بعض الحالات تم تعريضهم لتسجيلات متكررة. والناس دي ما كانوش متطوعين ولا حتى كانوا عارفين إنهم جزء من التجربة. التجارب دي اتعملت على مرضى اتخدروا واتحبسوا واتفرجوا على عقولهم وهي بتتفكك. ومن هنا بقت تجربة العزل الحسي مش بس تجربة نفسية، لكنها تحولت لأداة من أدوات الاستجواب والتفريغ العقلي. اللي بدأ كبحث أكاديمي ظهر بعدها بأكتر من 50 سنة في أماكن بعيدة عن الجامعة. تحديدا بعد هجمات 11 سبتمبر بدأت الولايات المتحدة الأمريكية تنفذ اللي سمته أساليب استجواب متقدمة، أو اللي كان بيسميها الإعلام الحقوقي وقتها تعذيب مقنن. في سجن جوانتانامو تم توثيق استخدام العزل الحسي كأداة نفسية. السجناء كانوا بيتحطوا في زنازين صغيرة مضيئة جدا أو مظلمة جدا، كانوا بيتمنعوا من أي تواصل بشري، وكانوا بيتعرضوا لأصوات مزعجة أو صمت مطلق، وكانوا بيتسابوا كده لمدة أيام. سنة 2004 اتسربت صور وتقارير من السجن ظهر فيها سجناء متكممين معصوبين العين ومربوطين في أوضاع مهينة، اتعزلوا تماما عن أي محفزات حسية وتعرضوا لتهديد نفسي مستمر. واحد من المعتقلين قال في تقرير منظمة العفو الدولية: ما كانش حد بيكلمني ولا بيعذبني ولا بسمع صوت حد، وكنت حاسس إن أنا بفقد عقلي. غرض من ده وقتها ما كانش معلومات، لكن تفريغ العقل من أي مقاومة وتحويل الإنسان لكائن هش مجروح داخليا من غير أي جروح خارجية. بعد فضيحة أبو غريب وجوانتانامو العالم كله اتصدم، وظهرت إدانات من الأمم المتحدة ومنظمات تانية، وفعلا تم التحقيق مع عدد من الجنود الأمريكيين اللي كانوا بيطبقوا النظام ده واتحاكموا واتسجنوا ساعتها. لكن اللافت بقى إن الضباط الكبار واللي كانوا مسؤولين عن وضع السياسات دي محدش منهم اتحاسب ساعتها. والأسوأ إن العزل الحسي رغم تأثيره الخطير مازال لحد النهاردة مش ممنوع في كل الدول. الأمم المتحدة بتعرفه كتعذيب نفسي، لكن القوانين الدولية لسه بتتساهل في تعريفه، وده اللي بيخلي دايما الباب مفتوح إن اللي بدأ كتجربة علمية يتعاد تاني بس في مكان أظلم ومع ضحية ملهاش صوت. في الآخر التجربة اللي اتعملت في معمل صغير بهدف نبيل هو اكتشاف العقل البشري، ومع الوقت اتحولت لأداة للكسر، كسر للنفس من غير إيد ما تتمد، وكسر للروح من غير صوت. والأخطر إن مفيش جرح انت شايفه، مفيش علامة تقول إن الشخص اللي قدامك ده مكسور، لكن جواه في حاجات اتكسرت وما بترجعش بسهولة. والسؤال اللي لازم نسيبه مفتوح: هل في عقل بشري يقدر يتحمل العزلة التامة؟ ولا لسه احنا محتاجين لصوت وضوء ولمسة عشان نحس إننا بشر؟ قولولي في التعليقات لو كنت اتحبست في أوضة ضلمة ما فيهاش صوت ولا بشر هتتصرف ازاي؟ وإمتى ممكن الصمت يبقى أذى؟ أو الفيديو لمس فيك حاجة شاركه مع حد تاني وخليه يفكر معاك. أشوفكم الفيديو اللي جاي وتجربة تانية ورحلة أعمق في عقل الإنسان.